مفيش إنسان ناضج بياخد موقف من حد لمجرد أول فعل أو أول تصرف غلط صدر من الشخص ده. الإنسان العاقل بيعرف إمتى يزعل، وبيصبر وبيتغافل، وبيعدي مواقف كتير كان لازم تحصل عشان يوم ما هياخد خطوة واحدة بالبعد بيكون مدرك تمام الإدراك إنه لو بعد مش هيرجع، ولو اتطربقت السما على الأرض مش هيرجع ولا هيكرر نفس الأخطاء تاني في حق نفسه. العاقل مش بيحسب قضية الزعل من الشخص من أول غلطة، لا، زي ما في ناس بتمشي وبتعتبر أول غلطة بفورة، ده لازم يمنح فرص وفرص كويسة كمان. العاقل مش بيفارق غير لما يكون جاب آخره في كل حاجة، لما فعلا بيحس باستنزافه نفسيا وصحيا، لما بيتكرر مع نفس الاستبياع والاستهتار والاستخفاف والنكران. محدش يلوم حد أخد خطوة بالقسوة أو بالعزلة فجأة، لأن محدش بيتوجع فجأة، ولا بيغضب فجأة، ولا بيفارق وبيبعد فجأة، ولا بيأسى فجأة، ولا بيتغير فجأة. ده شعور وجداني مليان بتدرج الأحداث والمواقف، تراكمات، لكن كلكعت وصابها الورم لحد ما بقت عبارة عن براكين سايرة. حذاري من الناضج والراسي لما يتغير، لأن وقتها التغيير بيكون حصاد تفكير، وتفكير شديد ومتعب، واختبار في منتهى الصعوبة على قلبه وروحه. فرجاء أعزائي المستمعين، لو محبين وباقيين، رفقا بالصابرين.